اجل ارى غير كلمات صافي اجل تفضل الشاب بالخدام تفضل خليه كلمه خليه خلوا الكلمات هلا اخوان هلا اخوان مرحبا مرحبا لان قالوها له يكونوا مطمئنين الاخوان في العداله والتنميه. انا قلت لسي بن كيران الا جبتي شي مشروع لصالح الشعب واحد الاستقلال ما عنده التوزيع البرلمانيين ديالنا موافقين معاك وغيصوتوا معاك في البرلمان لا ما يكون عندنا وزير نهائيا. اليوم شنو الطلب ديالنا لعبد الاله بن كيران؟ هو نقلصوهم هاد 30 وزير لان كل واحد بستة السيارات، كل واحد بالفيلا، كل واحد بالدواوين، كل واحد بالخدم والعشام والعسا والخدامات والمتعلمات في الفيلات، قلنا يبقاو غير 15 بركه ويمكن هذه الحكومه تعطي النتائج احسن ما يكون عندنا وزاره. والله الا احسن ما يكون عندنا وزاره بالله. يريد بالنسبة إلينا لا نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، ولهذا احنا متضامنين مع ذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الاحتياجات الخاصة وفي برنامجنا تلحوا على هذه القضية. ولما جاوا الإخوان في الحكومة وجابوا بعض اللوائح ديال الجريمات، وشنو جابوا اللوائح ديال ذوي الاحتياجات الخاصة ديال المعاقين، وما جابوش اللوائح اللي عنده 100 و200 و300 و500 جريمة. علاش الرباح ما جابناش هاد اللوائح؟ بغيناه يجيبها. هادشي اللي خصو يجيب، وهادشي قالوه في التلفزيون قبل ما يطلعوا، ولكن لما طلعوا جابوا لنا لائحة المقاومين واعضاء في التحرير، لائحه ذوي الاحتياجات الخاصه، ولائحه ديال اللوائح ديال بعض الابطال اللي خداو بعض الامتيازات في العالم، ولكن ما جابولناش اللوائح كما قال السي عبد الدين العثماني في التلفزيون قبل عام من انتخابات قال 500، ما جابولناش اللي عنده 4 و5 و10 و100 و500. مازال تنطالبوهم يجيبوهم ويزولوهم ويعطيوهم من ذوي الاحتياجات الخاصه والمعطلين في هذه المنطقه. اش اللي خصو يكون؟ وهذا الخلاف اللي عندنا مع الحكومه خلاف راه جوهري يا الاخوان. حنا ما عندناش صراع سياسي، ما كاين انتخابات وما باغيينش نخرجوا من الحكومه باش نفشلوا التجربه، بغينا تنجح التجربه، ولكن الناس ما بغاوش يتصنتوا لا يناقشون. تبعتوا في البرلمان ذاك الجلسات الشهريه راجل المجلس المستشاري تيقول لهم البساله، تيقول انا الرئيس وصل وقال الرجل الا لقيتوا شي واحد احسن مني ديروه. يا هاد المغاربه كلهم وهاد المغربيات ما ولدوا حتى شي واحد نهائيا، كان غير عبد الاله بن كيران. يعني ما اختارناش الشعب المغربي، قلنا لهم راه وحده في الحكومه ما يمكنش السي عبد الاله بن كيران. النساء راه جربناهم ونشتغلوا، ولكن تلقوا البلبله وتلقوا الدعايه على نساء شريفات، النساء اللي دائما حنا تنقولوا انه خدموا هذا الوطن. ولهذا قلنا له السي عبد الاله بن كيران عيب طبقوا علينا ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده. هادشي في الزواج السي بن كيران ماشي في الحكومه. كيفاش الوزراء ديالك عندهم 3 4 وفي الحكومه وحده؟ ما يمكنش. إلا يوم المغربيه هذا المغرب وحنا ناسو
المذكره ديالنا اللي رفضها من كيران يناقشها. قلنا ما يمكنش اقاليم الجهات الثلاث ما يكون فيها التوزير، ما نقبولهاش. واش في المذكره ديالنا واش ثلاثه ديال الجهات ما عطاوش راجل او امراه تكون في الحكومه اللي يتلاقاو بها الناس، واللي يكون عندهم ممثلين ديال الدواوين ديالو هنا، واللي بقاو يناقشوا الملفات. حنا قدمنا ولكن رفضها السي الى بكيران. قدمنا المرأة ورفضها، وقدمنا وزراء من هذه المنطقة ورفضهم، ولكن هذا تنعتبروه حيف على هذه الجهات الثلاث. ولهذا حنا في نقاشنا اليوم لابد هذه الجهات خصها تكون ممثلة في كل المؤسسات العمومية وداخل الحكومة. هذا هو إذا نحن بالنسبة لنا في فتح باب رفعنا شعار ديال جهاد الكرامة، وقدمنا مقترح باش نحلوا الإشكالية تشغيل رئيس الحكومة. وهادشي في المذكرة ديالنا ديال 30 مارس ديال اللجنة المركزية. وقلنا نخلقوا الخدمة المدنية اللي كانت منذ سنوات، واشتغلوا الأبناء ديالنا والبنات ديالنا في الوظيفة الهمومية واحد سنة أو سنتين، واحد الأزمنة اللي يكون متفق عليها، ولكن يضمنوا المقعد ديالهم من بعد سنة أو سنتين في الوظيفة العمومية. قال هو راه غينقص من الأجور وما غيشتغلش. هذا هو رئيس الحكومة. اش بغيتينا نديرو معاه؟ بقاو جالسين حاسبين لنا الفراسة، بقاو تنتفرجوا باسم الشعب المغربي. إلا كان شي تغيير في هذه الحكومة كلنا نقولوا رئيس الحكومة راجل مزيان والحكومة جابت الخير هذه. يا شباب ارتاح ارتاح، بالكيران هو التمساح. 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 والإخوة باش ما نطولوش عليكم، حنا المشاكل هي جمعية. هذا مثلا عنده شي واحد شي ملف أو شي قضية، حنا اللجنة غتنكب على دراسة كل هذه الملفات، وغادي نجاوبكم في القريب العاجل على كل القضايا اللي تتمكم. الثانية اللي طلبنا تنمية هذه الأقاليم. كاين تطور ماشي الحال ماشي